الاهم من انك تنور المشهد هو انك تتحكم في اتجاه الاضاءه جوه المشهد. وانت بتنور اي مشهد ما ينفعش تكون ماشي بمبدا انك عايز تنور المكان كله، لازم تحافظ على وجود تباين بين الهايلايت والشادوز في الفريم، وانك توجه عين المشاهد لحاجه معينه بتحصل جوه الفريم. ده بيتم عن طريق عوامل كتير، ويعتبر من اهمهم هو ستايل توزيع الاضاءه، والاضاءه بتاعتك رايحه فين جوه المشهد. على سبيل المثال لو جينا للمشهد ده هتلاقي ان الاضاءه الاساسيه متوجهه على العنصر اللي احنا بنصوره، مع الحفاظ على وجود شادوز او كونتراست في الباك جراوند، والاضاءه تكون قليله لحد ما. وكمان الكيك لايت اللي احنا استخدمناها هتلاقيها بنفس درجه الكلفن بتاع الاضاءه اللي في الباك لايت، عشان يعمل موتيفيت لللايتنج جوه الفريم وتريح عين المشاهد وهو بيتفرج على الفيديو. دي اكتر حاجه هتساعدك انك توجه الاضاءه صح جوه الفريم بتاعك، وهي الجريد. يعني مثلا المشهد اللي في الاول ده هتلاقي ان الاوكتا بوكس الاساسي كان عليه جريد عشان الاضاءه تكون موجهه على العنصر اللي احنا بنصوره، بس لو شلنا الجريد ده هتلاقي ان الاضاءه تنتشر في كل المكان. نفس الكلام البلاك فلاجز، النيجاتيف فيل، او ممكن تستخدم الريفليكتورز مثلا. كل دي ادوات لازم تكون معاك وانت بتوزع الاضاءه. الفريم بتاعك بيتبنى باللايت والشادو، ما ينفعش انك تبني المشهد بتاعك على مشهد منور، لازم يسيب شويه ظل. وافتكر دايما في المره الجايه قبل ما توزع الاضاءه انك بدل ما تنور المشهد كله، حاول تتحكم في اتجاه الاضاءه جوه المشهد بتاعك وقوتها قد ايه، وسيب شويه ظل وريح عين المشاهد، واعمل فولو وسلام.